تخيل معايا، انت قاعد في اوضتك بعد يوم طويل، الموبايل في ايدك، بتقلب في الفيديوهات واحدة ورا التانية، وفجأة تكتشف ان ساعة، ساعتين، يمكن 3 عدوا من عمرك من غير ما تحس. ايه اللي حصل؟ ازاي الوقت بيضيع بالشكل ده؟ ليه بقينا أسرى لمجرد شاشة صغيرة في ايدنا؟ الحقيقة يا صديقي، السوشيال ميديا اتخلقت في الأول عشان نتواصل، لكن دلوقتي بقت سوق كبير. شركات بتصرف ملايين عشان تخليك تفضل ماسك الموبايل بالساعات. عارفين إيه اللي يشدك؟ عارفين إيه اللي يضحكك؟ وإيه اللي يكسرك؟ سؤال: تفتكر آخر معلومة مفيدة خرجت بيها من 30 فيديو قصير شفتهم؟ هقولك، الأغلب مش هيتذكر ولا حاجة، لأن كل اللي بيحصل إننا بنستهلك ونستهلك ونستهلك من غير ما نحس إننا بنتسرق. مش بس وقتك اللي بيتسرق، لأ، تركيزك، طاقتك، علاقتك بنفسك، وحتى قربك من ربنا. لما تلاقي نفسك لوحدك واللي يطلعك إعلان أو فيديو يبعدك عن اللي يرضيه، هنا لازم تقف وتفكر: مين اللي بيحركني؟ أنا ولا الخوارزميات؟ خلينا نتكلم في جانب ناس كتير بتغفل عنه، كلام الدين على إضاعة الوقت. اسمعني يا صديقي، ربنا أقسم بالزمن وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة الحقيقية مش في الفلوس ولا في الشغل، الخسارة في إن وقتك يضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في ناس كتير بتضيع صحتها ووقتها من غير ما تحس إنها بتخسر. والسوشيال ميديا أخطر مثال على إهدار النعمتين دول مع بعض. بتقعد بالساعات، جسمك مرهق وعقلك مشغول، ووقتك بيتسحب من غير أي فايدة حقيقية. تخيل نفسك واقف يوم القيامة وتشوف إن 5 سنين، 10 سنين راحت في لايكس وفيديوهات قصيرة. إيه اللي هتقول وقتها؟ هتتمنى لو دقيقة واحدة رجعت لك. الدين مش بيمنع الترفيه ولا بيمنع الضحك، لكن بيحذرك من ضياع عمرك فيما لا يفيد. كل لحظة على السوشيال بتبعدك عن القرآن، عن الصلاة بخشوع، عن أهلك، عن نفسك حتى. انت هنا مش بس بتخسر دنياك، لكن ممكن تخسر آخرتك كمان، لأن الوقت هو رأس مالك الحقيقي، ولو ما استثمرتوش صح هيبقى حسرة كبيرة. تفتكر إيه الحل؟ 1. حدد وقت واضح للموبايل. خلي عندك ساعتين في اليوم بس، وده طبعا لو استهلاكك أصلا أكتر من ساعتين. لو أقل فأنت زي الفل، وحاول تخلي الساعتين دول ساعة. نرجع للواقع والطبيعي اللي بقى أكيد أكتر من ساعتين، فإحنا نقللهم لساعتين بس، مثلا من 9 ل 10 الصبح ومن 9 ل 10 بالليل. باقي اليوم أوفلاين. اعمل جدول أو ريمايندر على الموبايل نفسه عشان ينبهك، والساعتين دول ما يبقوش 5 كالمعتاد، وأول ما الساعة تخلص تقفل الموبايل. هتتفاجأ إنك اليوم بقى مليان حاجات مهمة تتعمل مكان السوشيال ميديا. 2. لو تقدر خلي معاك موبايل تاني. فكرة بسيطة: خليك محتفظ بموبايل عادي من غير نت أو تطبيقات سوشيال. خليه للشغل أو المكالمات الطارئة بس. ابعد الموبايل الشخصي اللي عليه النت عنك بقدر الإمكان. 3. خليك صانع مش مستهلك. مش لازم تعمل محتوى ما يختلفش عليه 2. لا، جرب وافشل عادي، ايه المشكلة؟ بس استشعر اننا فعلا في امس الاوقات لنشر فيديوهات دينية توعوية لعلها تفيد، ويتكتب لك ده في ميزان حسناتك يوم القيامة. تكتب بوست مثلا على فيسبوك، تصور فيديو عادي بكاميرا موبايلك مع مونتاج خفيف وترفعه على اليوتيوب، بس أهم حاجة تحري إن المحتوى يكون سليم، مش فيه معلومة مغلوطة. أي حاجة، المهم إنك تبدأ. لما تبدأ تنتج، دماغك هيتغير 180 درجة. جرب كده شهر بس، وهتحس إنك بتبني حاجة تفيدك وتنفعك، بدل ما تضيع وقتك على محتوى غيرك. 5. استعمل أدوات ذكية توقف الموبايل لو استخدمته كتير.
في ابليكيشنز زي ديجيتال ويل بينج موجود في اندرويد، أو سكرين تايم في الآيفون، أو تطبيقات حظر زي ستاي فوكست وفريدم. الفكرة مش إنك تمنع نفسك 100%، لكن تمنع الدخول العشوائي اللي بيضيع منك ساعات من غير ما تحس. الأهم 10 دقايق مع نفسك ومع ربنا قبل النوم أو بعد الصلاة. اقفل الموبايل، اقعد في مكان هادي، تنفس بعمق، افتكر نعم ربنا عليك، قول الحمد لله. ال10 دقايق دول هيبقوا زي شحن بطارية لروحك وعقلك. صدقني هتلاقي نفسك بتنام أهدى وبتصحى أصفى، ودول يبقوا أهم 5 خطوات تساعدك بشكل فعلي تغير حياتك. أنا جربت ده بنفسي، ولما بدأت أكون صانع مش مجرد متفرج، حسيت إن وقتي بقى ليه قيمة، وإن حياتي رجعت ليا. افتكر، كل ثانية من وقتك ليها قيمة. لو ما استغلتهاش صح هتضيع في بحر من التشتت. خليك واعي وابدأ دلوقتي.